نسبة عدد لفات الملف الثانوي على عدد لفات الملف الابتدائي هي اللي بتحدد الفولت اللي هيخرج من الملف الثانوي. فيديو صغير كده عن الترانسفورمر او المحول الكهربي او زي ما بيقولوا عليه الترانس. هنتعرف في الفيديو ده على الترانسفورمر، ازاي بنختبره وازاي بنعرف انه سليم ولا تالف، وعن نظرية عمله بالتفصيل. انا احمد داوود، دكتور هندسة. المفروض يدخل هنا ال 220 فولت هنا، ويخرج هنا دول 3 اطراف، بين ده وبين ده 5 فولت او 6 فولت، وبين ده وده برضو 6 فولت. يبقى بين الاتنين الازرق دول 6 و6 يعني 12. فانت حر بقى، حابب تستخدم ال 12 فولت هتوصل الطرفين الزرق دول، حابب تستخدم ال 6 فولت هتوصل طرفين من دول وتهمل الطرف الثالث. تعالى اشرح لك الترانس كده بشكل نظري. الترانس بيبقى عبارة عن ملفين، ملف ابتدائي ودول بيبقوا دخول ال 220 فولت مثلا، وبعدين الطرف الثاني اللي هو الملف الثانوي. على كده زحلك الدنيا دي. وادي الملف الثانوي عندي 3 اطراف، فالطرف الاولاني من هنا 0 و6 و12، 0 و6 و12. يبقى بين الطرف ده بالمنظر ده كده، بين الازرق والاسود 6 فولت، وبين الاسود والازرق التاني من 6 ل 12 6 فولت، بين الازرق ده والازرق ده 12 فولت. او ممكن تبقى بطريقة تانية 6 0 6، بين ده وبين ده 6 فولت، وبين ده وبين ده 6 فولت، يبقى بين ده وبين ده 12 فولت. ارجو يكون الموضوع ده مفهوم. ادي ملفين، الملف الاولاني بندخل 220 فولت اللي هو هنا السلكين الاحمر دول، والملف التاني طالع منه، ممكن يبقى طالع منه طرفين فقط ويبقوا مثلا 12 فولت او الفرق بينهم 6 فولت مثلا، لكن هو هنا مطلع 3 اطراف عشان لو انا حابب استخدم ال 6 فولت استخدمهم، ولو حابب استخدم ال 12 فولت استخدمهم. تمام. فانت ممكن تبقى ترسمها بالطريقه دي 0 6 12 او 6 0 6، يعني في الاخر يديك انديكيشن ان بين كل واحد والتاني 6 فولت، يبقى بين الاول والتالت 12 فولت. ادي الملفين اهم، ادي الملف الاولاني اللي هو ده ودول الطرفين بتوعه اللي بيدخل عليهم 220 فولت، وادي الملف التاني اللي هو ده، وادي الثلاث اطراف طالعين منه 6 و6. بختبر الترانس ده ازاي بقى؟ بجيب الافو وعلى وضع البزر بشوف الملف الابتدائي المفروض ما يديش بزر، ما يديش صوت، يدي مقاومة، وفعلا اهو مدي مقاومة، لان الملف ده ليه مقاومة من الداخل. لكن ملفات الخروج بتدي بزر لان مقاومتها ضعيفة جدا، فكده هتسمع صوت البزر. والتاني ده نفس الكلام، او من الاول للاخر نفس الكلام. انت بتختبر دول وبتختبر دول. لما تختبر الاتصال بين ده وبين ده يبقى انت اختبرت الملف ده، لما بتختبر الاتصال بين ده وبين ده يبقى انت اختبرت الملف ده. الاختبار التاني للترانس ان انت بتوصل هنا 220 فولت، المفروض يطلع هنا 6 فولت ويطلع هنا 12 فولت. فتعالى نختبر ترانس، نوصل له كهرباء ونقيس الفولت. بنجيب الاول الافو على وضع قياس الفولت المتردد، لان الترانس بيطلع فولت متردد على تقريبا 20، لان هو هيطلع في حدود من 6 ل 12. تعال نوصل له كهرباء 220 فولت. انا كده وصلت له 220 فولت. اجي بقى اقيس الخروج بتاعه من هنا. الملف الثانوي الاولاني مديني 5.5 فولت تقريبا. تمام. الملف الثانوي التاني مديني برضو 5.5 فولت.
طيب بين الازرق والازرق يعني من هنا لهنا يعني مديني تقريبا 10 و8 تقريبا 11 فولت. طيب يبقى بكده الترانس بتاعي سليم. تعالى كده في عجالة نتكلم على نظرية عمل الترانسفورمر او المحول الكهربي. احنا زي ما قلنا المحول الكهربي بيتكون من ملفين، ملف ابتدائي وملف ثانوي. فبلاقي ان انا عندي ملف الابتدائي ده وليكن هو الملف الابتدائي، وبلاقي ملف ثانوي وليكن كده ده الملف الابتدائي primary winding وده الملف الثانوي secondary winding. الملف الابتدائي بيكون ملفوف بعدد لفات وليكن NP. التيار اللي داخله IP. الفولت على طرفي الملف الابتدائي VP. الملف الثانوي ملفوف بعدد لفات NS. التيار اللي خارج منه IS. الجهد اللي على طرفي الملف الثانوي VS. لو فرضنا انه عدد ملفات الملف الابتدائي NP هيساوي وليكن 1800 لفة، وعدد لفات الملف الثانوي NS هيساوي وليكن 100 لفة أو 100 تيرنز. لو فرضنا إن الفولت أو الجهد اللي داخل الملف الابتدائي الVP هيساوي 220 فولت، يبقى أنا كده الفولت اللي هيخرج من الملف الثانوي هيساوي كام؟ الVS هيساوي كام؟ أقدر أحسبها بالمعادلة دي. الVS على الVP بيساوي NS على NP. الفولت اللي خارج من الملف الثانوي على الفولت اللي داخل الملف الابتدائي بيساوي عدد لفات الملف الثانوي على عدد لفات الملف الابتدائي. أعوض في المعادلة دي، يعني الVS على 220 هيساوي 100 على 1800، يعني الVS هيساوي تقريبا 12 فولت. وهي دي نظرية عمل الترانسفورمر أو المحول الكهربي. ملفين ابتدائي وثانوي، نسبة عدد لفات الملف الثانوي على عدد لفات الملف الابتدائي هي اللي بتحدد الفولت اللي هيخرج من الملف الثانوي بيساوي قد إيه بالنسبة للفولت اللي هيدخل لي الملف الابتدائي. فلو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي ليا وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.